بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين، معلم هذه البشرية وحبيبها وقدوتها محمد بن عبد الله، عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني. سنقف عند آية عظيمة، آية عظيمة، آية لابد أن نقف عندها وقوفا جاد. هذه الآية أيها المحترمون نقرأها كثير ونسمعها كثير، والذي يتدبرها قليل إلا من رحم الله. دعونا نعيش مع هذه الآية، فأسأل الله أن يفتح علينا في كلام الله من أوله إلى آخره، وبالذات هذه الآية. قال الله سبحانه وتعالى: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. هذه الآية سموها العلماء أرجى آية في القرآن. دعونا نتدبرها. اسمعوني أيها المحترمون بقلوبكم. أنت أيها المتحدث تحدث بقلبك، تحدث وأنت تريد رضا الله. أنت أيها الإمام، أنتم أيها الفضلاء المحترمون، سواء كنتم رجالا أو نساء، ضعوا قلوبكم مع هذه الآية. قال الله: قل يا عبادي الذين أسرفوا. يا في اللغة أداة نداء، عبادي منادى. المنادي في هذه الآية مين؟ المنادي هو الله سبحانه. المنادي هو الله، وهو الغني بمعنى الغنى سبحانه، ونحن الفقراء إليه. دعونا نعيش هذه الآية. لما قال الله: قل يا عبادي الذين أسرفوا. إيش معنى أسرفوا في اللغة العربية؟ معناها تجاوزوا الحد بالذنوب، ولله المثل الأعلى. البشر لما تخطئ عليه أخطاء كثيرة ما يناديك ولا يتمنى أنه ينظر إليك، بالعكس كلما رآك تذكر الأخطاء الماضية إلا من رحم الله. أليس كذلك؟ بلى. لكن الله جل جلاله ينادينا ونحن المذنبون ونحن المقصرون، وينادينا بأسلوب تلطف، بأسلوب شفقة. تأملوا معي. قال أسرفوا، إيش قال قبلها؟ قال يا زاني، يا مجرم، يا راعي اللواط، يا راعي المخدرات، يا راعي الخمر، يا راعي الذنوب. إيش قال؟ قال يا عبادي. أسلوب رحمة، أسلوب شفقة، أسلوب يجعلنا أيها المحترمون نقبل ولا ندبر على التوبة؟ نقبل على الله. لما قال الله: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم، عيشوا معي الجو. إيش قال؟ لا تقنطوا. كم شخص يسمعني الآن والآن جالس معنا في هذا المكان الطيب، وأفضل مكان على الإطلاق بيت الله. أفضل مكان على الإطلاق بيت الله. لك الحمد يا الله أننا اصطفانا رب العالمين أننا نجلس في هذا المكان، جمع في هذا المكان. دعونا نعيش جو هذه الآية. قال الله: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم. إيش؟ لا تقنطوا. مهما سويت من الذنوب، مهما فعلت، ذنوب كبار، ذنوب صغار، إيش قال الله لنا؟ إيش؟ لا تقنطوا. لكن ليس معنى ذلك لا تقنطوا ما تقبل على الله، لا، معنى ذلك أنك تقبل يا فلان وأنت يا فلانة، تقبلون، نقبل جميعا على التوبة. ونعلم علما يقينا أن شروط التوبة 4: الإقلاع عن الذنب، الندم على ما فات، العزم أن لا ترجع إلى المعصية، إرجاع الحقوق إلى أصحابها، أن نتوب قبل أن تخرج روح وقبل أن تطلع الشمس من مغربها. إيش قال لنا؟ لا تقنطوا. ثم قال: إن الله يغفر الذنوب إيش؟ جميعا. كم شاب وكم امرأة يقول وتقول هي: أنا عندي ذنوب عظيمة. أنت الآن تتكلم الآن والآن شريط حياتي السيء أمامي، الآن شريط حياتي السيء أمامي.
هل الله يغفر لي؟ هل الله يتوب علي سبحانه؟ هل الله يسامحني؟ هل الله يغير حياتي؟ هل الله يقبلني؟ هل الله يجعلني أترك المعاصي؟ نقول نعم، لو ذنوبك مثل الجبال. يقول الله إن الله يغفر الذنوب إيش؟ جميعا. الذنوب في اللغة جمع تكسير، وقيدها الله لما قال الذنوب إيش؟ جميعا. لم يقل ذنبا ولا ذنبان ولا ثلاثة ولا أربعة. رسالة لكل جالس منا، رسالة للمتحدث، رسالة للجالسين في هذا المكان، رسالة من يسمعني في خلف الشاشات، رسالة من يصل إليه هذا الكلام. لا تقنطوا من رحمة الله، لا تقنطوا من رحمة الله، لا تقنطوا من رحمة الله. سبحانه، الله غفور، الله كريم، الله رحيم، رحمته واسعة، ورحمتي وسعت كل شيء. لا تكون ورحمة الله وسعت كل شيء، لا تكون تذهب هذه الرحمة ولا تكون من هذه الرحمة. وسعت كل شيء. هل أنت من هذا الشيء؟ اللهم اجعلنا منهم. قولوا آمين. قال الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. شوف الكرم. ذكر ابن القيم كلاما جميلا يسجل بماء العيون. الله، اسمعوني بقلوبكم يا محترمون، استغفر الله، لا إله إلا الله، يا محترمون، يا رجال، يا نساء الذين في الخارج، أيها المتحدث، من ينقل هذا الكلام، من يصور، اسمعوني بقلوبكم، تكلم بقلبك أيها المتحدث. اطلب من الله الصدق، اطلب من الله الصدق. اللهم ارزقنا الصدق معك، اللهم ارزقنا الصدق معك. اللهم اجعل الكلام يخرج من القلب ويصل إلى القلب. اللهم اجعله حجابا لنا عن النار، اللهم اجعله ضياء لنا في قبورنا، اللهم اجعله سببا لدخولنا الفردوس بعد رحمتك. قلوا آمين. اللهم اجعله سببا للنعيم الباقي في جنات الخلود. يا أحبة، الله يسترنا سبحانه. كما ذنبنا من الخلوات كثير ذنوب في الخلوات كثير. سبحان، لم يفضحنا. هل فضحنا الله؟ هل فضحنا؟ لا. قال ابن القيم الله يسترنا. الله قبل ينادينا يسترنا. قال ابن القيم الله يسترنا ثم ينادينا ثم يغفر لنا ثم يحبنا ثم يبدل ذنوبنا إلى حسنات. ما أكرمك يا الله سبحانك، ما أكرمك يا الله. كريم سبحانه، كريم. بس هل قدرنا هذا الكرم؟ هل قدرنا هذه الرحمة؟ سبحانه ينادينا، هو غني، ايش يبي منا؟ ايش يبي منا؟ ما يبي منا شيء، لا يريد مصلحة. استغفر الله، لا إله إلا الله. ما يريد منا مصلحة. المصلحة الأولى لنا والشيء لنا، ومع ذلك ينادينا بأسلوب تلطف ويسترنا قبل أن ينادينا، ويغفر لنا الذنوب، ويحبنا. يحبك لما تتوب، يحبني لما أتوب، ويحبك أيتها الأخت لما تتوبين، ويحب أي واحد يسمعني الآن في الخارج أو يناظرني في القناة. يحبنا الله إذا تبنا. يا الله نذنب وتسترنا سبحانك، وتنادينا سبحانك، وتحبنا سبحانك. لما قال الله والله يريد أن يتوب عليكم، إيش معنى يريد هنا؟ يحب. والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا. ثم قال في آية أخرى عامة إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. يبدل ذنوبنا إلى حسنات. لما قال الله والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون
ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يشرك بالله، يزني، يفعل زنا، كبائر الذنوب. ومن يفعل ذلك يلقى أثاما، ثم استثنى الله قال يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا، ثم استثنى قال إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا. النتيجة فأولئك يبدل الله إيش؟ سيئاتهم إيش؟ حسنات، وكان الله غفورا رحيما. الناس ما جت إلا تبي الخير، الناس ما أقبلت إلا تريد الخير، الناس طيبة، الناس فطرتها طيبة، بس متى يحرك الخير اللي في قلبه؟ متى يبدأ يقبل على الله؟ خلاص الآن صفحة جديدة يعلنها الإنسان بينه وبين الله، إني ذاهب إلى ربي سيهدين. خلاص حياة جديدة مع الله. خلاص كن شجاعا، كن مقداما، كن قويا. أي معصية اتركها لله، ومن يتق الله يجعل له إيش؟ مخرجا. مخرج لها معاني كثيرة. ثم قال وهو العطف ويرزقه من حيث لا يحتسب، من حيث لا يحتسب.